خرجت العشرات من ساكنة الفقيه بن صالح ليلة أمس الخميس في وقفة احتجاجية وسط المدينة للمطالبة بإيجاد حل نهائي لتزويد المنازل بالماء الصالح للشرب، خصوصاً مع موجة ارتفاع درجة الحرارة التي تعرفها البلاد والانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب. وأدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بن صالح ما سماه حالة الاستهتار واللامبالاة التي تتعامل بها الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء من خلال قطعها لهذه المادة الحيوية دون سابق إشعار وبشكل متكرر، بحجة عطب على مستوى الشبكة كان موضع أعطاب سابقة ترتب عنه نفس الوضع. واستغربت الجمعية موقف الحياد السلبي للسلطات المحلية والمنتخبة بعدم التدخل لدى الوكالة لتوفير الماء الصالح للشرب للساكنة. وحذر حقوقي الفقيه بن صالح من تطور الوضع الناتج عن انقطاع الماء، مما يجعل المواطنين يلجؤون إلى بدائل أخرى تهدد صحتهم وسلامتهم البدنية. وتشهد العديد من المنازل والدواوير بالفقيه بن صالح غياب تزويدها بالماء الصالح للشرب، حيث يستعين السكان ببعض السقايات التي تتواجد بمراكز هذه الدواوير كوسيلة للاستفادة من هذه المادة الحيوية.